الآن ننتقل إلى مجر حتى نعطي بعض الحلول. أنت تحدثت دائما عن فكرة تحويل المنتخب الوطني إلى النادي. هذا التقرير سيعرفنا أكثر على فكرتك وسيكتشف من خلاله الجمهور الرياضي أفكار مجر من أجل تطوير المنتخب الوطني الجزائري. تابعوا معنا هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد لمين بن شبير وركبه الزميل جو الله عادل. خيبة أمل كبيرة بعد خروج الخضر من كأس إفريقيا من الدور الأول عقب تعادلين وخسارة، وللمرة الألف يظهر جليا فشل المنتخب الوطني في إفريقيا، والأسباب كثيرة أهمها: أولا عدم وجود هوية لاعب واضحة للمنتخب وغياب الطريقة والأسلوب الجزائري. ثانيا المنتخب مكون من 90% من اللاعبين المحترفين، ما يجعل جمعهم لإقامة تربصات خارج تواريخ الفيفا مستحيلا. ثالثا قلة المباريات الودية خاصة في إفريقيا، ما نتج عنه عدم الانسجام بين خطوط المنتخب الثلاث. رابعا غياب الاستقرار في العارضة الفنية وعدم الاعتماد على خطة واضحة فقط. خامسا غياب الاستقرار في التشكيلة وتجريب لاعبين جدد في كل مرة. سادسا غياب مديرية فنية قوية، ما نتج عنه أخطاء فادحة في اختيار المدربين. سابعا السياسة المنتهجة لتسيير المنتخب والكرة الجزائرية لا تتوافق مع تقاليد المنتخب الوطني الجزائري. ثامنا مشكل تكيف اللاعب الجزائري مع الأجواء الإفريقية الصعبة من ظروف المناخ والحرارة والرطوبة وغيرها. وكل هذه المشاكل نتج عنها ما يلي: أولا منتخب من أضعف منتخبات القارة السوداء دفاعيا بعد تلقيه 6 أهداف كاملة في 3 مباريات، أي بمعدل هدفين في كل مباراة. ثانيا منتخب ضعيف تكتيكيا، لم يتمكن من تحقيق أي فوز في 3 مباريات وأمام منتخبات عادية مثل زيمبابوي التي سحقها نسور قرطاج برباعية كاملة. ثالثا انعدام هوية لاعب وتكتيك واضح للمنتخب، وهو ما كان واضحا للغاية خلال المباريات الأخيرة. رابعا عدم قدرة اللاعبين على الظهور بنفس المستوى الذي يقدمونه مع أنديتهم سواء من الناحية الفنية أو البدنية. حسنا استعرضنا مشاكل المنتخب الوطني وما نتج عنها من حصيلة كارثية في الآونة الأخيرة، والآن سنستعرض مشروعا لرابح مجر أسطورة كرة القدم الجزائرية، والذي يرى أنه سيكون الطريقة الأنجع لتكوين منتخب قوي. المشروع يعتمد على خطوات الواحدة مرتبطة بالأخرى، وأي نقص يؤدي إلى اختلال في المنظومة. الخطوة الأولى الحد من الاعتماد المفرط على اللاعبين المحترفين في تكوين المنتخب، وذلك ليس إقصاء للمحترفين ولا إنقاصا من إمكانياتهم، ولكن من أجل العودة للطريقة الجزائرية وتكوين منتخب متماسك بهوية واضحة. الخطوة الثانية زيادة نسبة الاعتماد على اللاعب المحلي وإعطائه فرصة أكبر لتمثيل المنتخب. الخطوة الثالثة تكوين نواة للمنتخب تعتمد على أحسن اللاعبين المحليين مع التعزيز بأحسن المحترفين، والاعتماد على المحليين ليس اعتباطيا أو لأنهم أحسن من المحترفين أو أكثر وطنية، ولكن للأسباب التالية: أولا سهولة جمع المحليين من أجل إقامة تربصات بما أنهم ينشطون في الدوري المحلي. ثانيا إقامة تربصات منتظمة سواء داخل الوطن أو في الدول الإفريقية تدوم ل3 أيام مع بداية كل شهر ومع نهايته، وهو ما يجعلنا نستفيد في آخر السنة من حصيلة تربصات تبلغ 24 تربصا إضافة إلى تربصات تواريخ الفيفا. ثالثا تعزيز احتكاك اللاعبين ببعضهم البعض، ما يوجد الانسجام اللازم في المنتخب، كما يجعلنا الاعتماد على المحليين نحصل على منتخب يملك طريقة لعب وهوية واضحة ولاعبين متمرسين إفريقيا ومتعودين على الأجواء الإفريقية، كما يكون بإمكاننا دائما التحضير في بلدان إفريقية قريبة من البلدان المنظمة لكأس إفريقيا. رابعا تقديم الحافز والدافع للاعبين المحليين من أجل التألق مع أنديتهم والبروز من أجل الظفر بمكانة في المنتخب، وهو ما يرفع مستوى الدوري المحلي. خامسا دفع المحترفين لبذل المزيد من الجهود للتألق مع أنديتهم وبعث التنافس بينهم للحصول على فرصة مع المنتخب. سادسا إقامة مباريات تطبيقية بصفة دائمة سواء أمام الأندية الجزائرية أو أمام منتخبات عربية وإفريقية وحتى أوروبية حين تسنح الفرصة. سابعا
إقامة مباريات ودية مع منتخبات إفريقية سواء هنا في الجزائر أو في إفريقيا. ثامنا، تصحيح كافة الأخطاء على مستوى الخطوط الثلاث للمنتخب نظرا للتربصات الكثيرة والوقت الكافي للمدرب من أجل تدارك كل الأمور. تاسعا، القضاء على المشاكل البدنية والفنية التي تعترض اللاعبين في إفريقيا. إنها خطوات بسيطة وسهلة التنفيذ، لكنها لا تتم إلا بما يلي. أولا، مدرب محلي أو أجنبي يكون دائم التواجد في الجزائر، لا يغادرها سوى للضرورة، وذلك من أجل تكريس كامل وقته لهذا المشروع والوقوف الدائم شخصيا على كل التربصات رفقة طاقمه طبعا. ثانيا، طاقم كفء وموسع يضم لاعبين سابقين للاستفادة من خبرتهم في الملاعب الجزائرية وأسلوب اللعب الجزائري، وأيضا التعامل مع اللاعبين والعقلية الجزائرية. ثالثا، تضافر الجهود بين مدربي ورؤساء الأندية والطاقم الفني للمنتخب الوطني من أجل إنجاح المشروع، وهو ما ينتج عنه تطور في المنتخب الوطني وفي الدوري الجزائري. الآن جمعنا اللاعبين المحليين وأصبحنا نقيم تربصين كل شهر، منها تربصات في إفريقيا، ونلعب مباريات ودية تحضيرية مع منتخبات إفريقية وعربية وأوروبية. كم هو الوقت اللازم يا ترى لجني ثمار هذا المشروع؟ حسب تقديرات مجار والمختصين، الثمار ستبدأ بالظهور في أول 3 سنوات، حيث سنتمكن من رؤية منتخب بطريقة لعب وبتماسك كبير وخبرة إفريقية، خاصة وأن المحليين منهم الكثير ممن يشارك في المنافسات القارية مع الأندية. في أول 5 سنوات سيعود المنتخب إلى الواجهة الإفريقية من جديد، وسيصبح قادرا على التتويج بكأس إفريقيا في البلدان الإفريقية. في غضون 10 سنوات سنمتلك واحدا من أقوى المنتخبات في إفريقيا ودوريا قويا. هذا هو مشروع رابح مجر لإنقاذ الكرة الجزائرية وتكوين منتخب قوي في المستقبل القريب، أو كما سماه مشروع نادي المنتخب. الآن إذن شكرا للزميل عادل جو الله المركب الذي أبدع في تركيب هذا المشروع الذي يريده مجر لإخراج الكرة الجزائرية من النفق المظلم الذي بدأت. مجر، تبدو خطوات بسيطة، هل أنت مؤمن فعلا بأن هذا المشروع لو طبقته على أرض الواقع سينجح؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل تعتقد بأن رؤساء الأندية والنوادي الجزائرية ستسهل من مهمة هذا المشروع، لأنك تقول بأنك ستأخذ اللاعبين في بداية كل شهر في نهاية كل شهر من كل نادي، هل يقبل كل نادي أنه يعطيك اللاعبين 3 أو 4 لاعبين في بداية كل شهر وفي نهاية كل شهر؟ السؤال الثالث مجال، هل تعتقد بأن اللاعب المحلي الموجود حاليا بإمكانك يعني من هذا اللاعب المحلي أن تكون منتخب قوي؟ نعم متأكد محمد. وانت تكلمت على رؤساء الأندية، هذا ما راحش يفا با جيني لي كلوب ولا لي بريزيدون دو كلوب، لأن التربص وهذا سبق وأنا عملته، ولكن للأسف ما كملش هذا المشروع وتركت المنتخب بعد مباراة بلجيكا. هاد ال3 أيام هذوما اللي نديروهم كل شهر، يعني أول أسبوع وآخر أسبوع، هاد لي 3 جوا هذوما سي اون بريز دو كونتاكت. سي اون بريز دو كونتاكت. مثلا بعد المباراة يجوا اللاعبين يقعدوا معنا، نعملوا دي زونترينمون سور البلان تكنيك سور البلان تاكتيك، من بعد يروحوا للفرق تاعهم يكملوا الاسبوع مع الفريق مع الفرق تاعهم ويلعبوا المباراه. يعني هذا ما راهش يفا با جيني لي كلوب. حنا ما راهش حين نجيبوا مثلا اللاعبين اللي كينعطوا لهم العمل البدني، العمل البدني يقوموه في الانديه تاعهم. هذا مشروع ممتاز جدا محمد، ممتاز جدا، ولو يعني نطبقوا كما ينبغي انا متاكد يكون ناجح في السنوات المقبله ان شاء الله. لو حسبت جيدا انك تعمل مثلا تربص في بدايه الشهر وفي نهايه الشهر 3 ايام يعني 6 ايام و7 ايام في الشهر، هكذا مجال يعني اسبوع في الشهر 6 ايام تقريبا 6 ايام 6 ايام نقولوا اسبوع يعني فتره اسبوع كل شهر، وكل شهر يعني تعمل مباراه وديه في افريقيا او في لا مش كل شهر محمد. لا المباراه الوديه مش كل شهر. يعني اولا انا حبيت هذا المشروع هذا سكريي لو كلوب دو ليكيب ناسيونال، تحول المنتخب الى نادي. لا ماشي ليكيب ناسيونال دالجيري، سي ليكيب ناسيونال دالجيري، ولكن انا اعطي لها اسم اخر وهي لو كلوب دو ليكيب ناسيونال، لكي اللاعبين يكونوا دائما موجودين مع المدرب الوطني. يعني نخلق اون ايكيب ديليت، سي اون ايكيب ديليت تاع المستوى العالي. والانديه
الانديه، العكس راحوا يستفادوا اكثر واكثر منا حنايا. مثلا انا نقول لك منا يعني باش تفهم من المدرب اللي يطبق هذه الخطه، لان اللاعب ناخذه يدرب معايا، نعطي له الثقه، نعطي له القيمه اللازمه، يصبح مدرب، يصبح لاعب دولي ويصبح نجم. احنا نردوه نجم لان نجيبوا الفريق الوطني، يعني مش كما الان اللاعب المحلي راه مهمش من الفريق تاعو. بالعكس احنا نرفعوا مستوى هاد اللاعبين، واللاعبين اللي يكونوا مثلا مع المنتخب ومع هذا المشروع لما يروحوا الى الانديه تاعهم يروحوا بمعنويات عاليه جدا. هذا هو. والكلوب دو ليكيب ناسيونال هذا الاسم نعطوه لكي نشتغل سوا مع اللاعبين. اما بالمباراه الوديه ما نجموش كل شهر نلعبوا مباراه وديه، في السنه تقريبا ممكن نلعب 3 أو 4 مباريات، وهذه المباريات اكثر واكثر سي بريز دو كونتاكت مع لافريكا، سورتو اون افريك اي اون الجيري. وحنايا من بعد لما توصل نهائيات كاس افريقيا هذاك يكون تحضير اخر كما تكلمنا في التقرير، يكون تحضير اخر نروح نحضروا في بلد قريب من البلد المنظم لكاس افريقيا، تقريبا 10 ايام نجيب اللاعبين، يكون هذاك الوقت يكون الاستقرار والاستمرار وتكون منافسه ما بين اللاعبين من هنا واللاعبين من الهي، لان هما جزائريين على كل حال، وكل واحد قادر يعطي الكثير لكي يضمن مكانه الاساسي في كاس افريقيا. هذو كل الامور هذوما اللي عشناها الحمد لله احنا في المكان اللاعبين، الان نحبوا نعملوها في خدمه اللاعب الحالي. مجر، ما المانع انك تقيم مثلا هذا المشروع وتترك المنتخب الوطني الحالي يسير بالطريقه العاديه؟ انه الان لازم، لان الجمهور الجزائري متعطش للنتائج، يريد نتائج، يريد مشاركه في كاس افريقيا، يريد الفوز بكاس افريقيا، يريد التاهل لكاس العالم. خليوا المنتخب الوطني الحالي يشتغل بهذه السياسه، يعني نجيبوا يعني ظرفيا نجيبوا لاعبين من الخارج ونضيفوا لهم بعض اللاعبين المحليين من الجزائر، ونطبقوا بالتوازي، يعني حتى ما نكسرش رتم العمل، ونطبقوا هذه الفكره باللاعبين المحليين. لما لا؟ لكن انت ما فهمتنيش محمد، ما فهمتنيش. هو قال لك ماشي فريق الوطني، الفريق الوطني. شوف احنا عندنا فريق حاليا، عندنا فريق متكون باللاعبين محترفين كلهم اللي موجودين في اوروبا. احنا نخلق منتخب واحد اللي في بارتي دو سيت ايكيب ناسيونال. لما اللاعب المحترف لما يكون في الخارج ما ينجمش يجي لتربصات في الجزائر، لانه هو مشغول مع الفريق تاعو. انا فاهمك انا راني ربما اللي ما فهمش سؤالي خلاص نخليو هذا المنتخب الوطني الحالي يمشي بهذه الطريقه، وحنا نطبقوا الطريقه اللي تتحدث عليها يعني بالتوازي مع يعني منتخب وطني ثاني للمحليين. ولكن احنا اون با شوا محمد، احنا اون با شوا. كيفاش نخلي الفريق هذا الحالي يمشي بالطريقه تاعو؟ ما نجمش نخليه يمشي بالطريقه تاعو، لازم يمشي بطريقه المشروع. اسمع، تفضل لازم يدخل في المشروع هذا الفريق، من اجل انك دير تنافس يعني لازم يكون انسجام. احنا لما نكونوا في تربصات، لما يكون عندنا مباراه وديه نتكلم مع لاعبين محترفين اللي المدرب يحب يناديهم للمنتخب. هل انتم مستعدين تجوا عندي مباراه؟ احنا مستعدين مع النادي، ما فيش اي مشكله، نجيبهم. واحد مانيش مستعد، الاخر مستعد، بشويه بشويه نبداو اللاعبين يدخلوا مع هذا المشروع هدايا. والمباراه الوديه هكذا لكي ما ننتظرش تواريخ الفيفا، يعني تواريخ الفيفا اللي ما راحش نستفادوا منها اي شيء محمد، اي شيء. لهذا نكون اللاعبين المحليين وعندنا اللاعبين المكونين من جهه اخرى، الاثنين قادرين نكونوا فريق قوي. الشيخ، هل عندك اي ملاحظه على هذا المشروع؟ كنتوا تشتغلوا بها اعتقد في القديم، لا؟ هي كانت حتى واحد الفتره. شوف درك نتكلموا بدون اختصار هذا الوضعيه نتاع الكره الجزائريه. الهدف تاعنا هو كل المشكل اللي موجود عندنا المحليين، ولكن ماهوش في نفس المستوى تاع التحضير كما اللاعبين اللي محترفين. حاجه ثانيه كما يقول ماجير، ستادير باش يكون اكثر انسجام، لان اللي داك فيفا قلال، باش يكون اكثر انسجام خاصه ما بين اللاعبين تاع برا وتاع الداخل. ندير هذه الطريقه هذه هي تقدر تمشي، يعني تمشي باش ترتفع المستوى. لان شوف لازم الانديه تشتغل، ولازم كما يقول لك هذا الفريق هذا، لان المفروض هذا هو فريق تاع الشان، لان يشارك في، لان عدد سنوات ما شاركش في نهائيات الشان، سي لا دوزيام كوب دافريك اللي يلعبوه غير المحليين، لانه ما شاركش مرتين نظن متتاليين، ما شاركش في الشان في الشان. دونك مفروض هذا الفريق هذه هي الطريق تاعو. ونفس الشيء هو احسن لاعبين، ولا قاعده تقدر تشتغل مع الفريق الاول. هي تنجم من كومبينيزون
ستادير بور اميليوري لا بيرفورمانس باش يطلع المستوى ويقدروا ينديروا فريق منسجم في الفريق الاول. بون سي ان بو كومبليكي، سي با ماهيش سهله، ولكن باش ترتفع المستوى لهنا الداخلي ضروري بالتدخل تاع كما نقول لك المديريه الفنيه على هذا الشيء هذا باش ترتفع المستوى. ولكن حتى نفسيا اللاعب، حتى نفسيا يعني اللاعب المحلي يعني يرتفع كل لما يقول مصطفى يكون يعني يكون معهم، يعني راح يتكلم معه، راح يعني تكون عنده ملاقات مع لاعبين ولا مدربين اللي عندهم تجربه في هذا الاخر هذا، نفسيا ربما يعطي له نفس جديد للاعب. هي شوف محمد، يعني بعض الاحيان يعني للاسف ممكن انا امور كثيره ما نفهمهاش لما نسمع بعض من الناس يقول لك الجزائر لم تكون حاليا اللاعبين على المستوى الدولي. يا اخي علاش انا نقول لكم علاش الجزائر مش تكون؟ علاش انتم اللي همشتوا هاد اللاعبين اللي موجودين في الانديه، لان اللاعبين اللي موجودين في الانديه ما عندهم اي طموح ولا اهداف اللي حابين يوصلوا لها مع المنتخب، لانهم هم عارفين هاد اللاعبين، هاد اللاعبين مميزين محمد في الانديه الجزائريه، في لاعبين انا نقول لك في لاعبين، ولكن خلاص يعني ما راهمش مهتمين، لان ما عارفين يتدرب بطريقه جيده ولا يلعب بطريقه جيده لم يوصل الى المنتخب الوطني الجزائري، لان السياسه الحاليه موجوده الا للاعبين الموجودين في اوروبا. هذا هو اللي نقص معنويات اللاعبين ومستوى اللاعبين. ولكن لو غدا ان شاء الله هذا المشروع تحطوا والامور تتغير تماما واللاعبين عارفين هذا المشروع يهمهم اكثر، هما راحوا يعطوا كل مجهودهم لكي يصبحوا في المنتخب الوطني الجزائري ويتكونوا بطريقتهم هما. الطريقه البسيكولوجيه هي اللي راح تردهم لاعبين كبار، مش فقط التدريب، ولكن احنا 15 سنه واحنا همشنا اجيال كثيره محمد، وحتى الان الشباب اللي عنده 14 سنه 15 سنه خايفين ايضا يزيدوا يباساكوتي. لهذا قلت لك لازم التغيير لكي نعطي فرصه للاعبين ان شاء الله يصبحون كما يقولوا ابطال كبار في كره القدم الجزائريه. جو سوي داكور مع مصطفى سي الكوتي هكذايا بسيكولوجيك، تسمى لو جوار الجيريان فو كي enfin لو جوار الجيريان سون توس سي دي الجيريان، مي لو جوار لوكال يفو يرتفع المستوى تاعو ذهني، يعني المستوى تاعو بسيكولوجي. المغلوب عمره ما يطلع، والانسان اللي تكون عنده طموح ويعرف يكون المدرب تاعو ولا الاداره اللي تكون دايره به يعني يعلموا له باش يعاود يرجع كما قال رشده، ينجم يرفع المستوى تاعو. كلمه صالح، شوف كمال ممكن تشاطرني ولا ما تشاطرنيش، احنا حاليا لما يتكلموا يقول لك ما راناش نكونوا لاعبين كبار، il n'y a pas de formation. حتى لو مانيش متفق مع الكلام هذايا، ولكن عندنا نادي كبير وقادرين الاتحاديه يستفادوا كثير منه في ناحيه التكوين، وهو البارادو. وش يخليني انا دائما بعيد على الرئيس زيتشي، ممكن نروح نقول له او نعطي له مهمه، نقول له اني حاب تعطيني امور كيف بدك تكون والاكاديمي تاعك تاع البارادو، كيفاش وصلتوا كيفاش درتوا كيفاش هذه ممكن يعطيها الفريق الوطني. ليش ما نقتربوش من الناس اللي ممكن قادرين يساعدونا؟ هذا هو المشكل، ولكن للاسف الامور تبقى دائما. أنا شيء لاعب وبتماسك كبير وخبرة إفريقية، خاصة وأن المحليين منهم الكثير ممن يشاركوا في المنافسات القارية مع الأندية. في أول 5 سنوات سيعود المنتخب إلى الواجهة الإفريقية من جديد، وسيصبح قادرا على التتويج بكأس إفريقيا في البلدان الإفريقية. في غضون 10 سنوات سنمتلك واحدا من أقوى المنتخبات في إفريقيا ودوريا قويا. هذا هو مشروع رابح ماجر لإنقاذ الكرة الجزائرية وتكوين منتخب قوي في المستقبل القريب، أو كما سماه مشروع نادي المنتخب. الآن إذن شكرا للزميل عادل جو الله المركب الذي أبدع في تركيب هذا المشروع الذي يريده ماجر لإخراج الكرة الجزائرية من النفق المظلم الذي بدأت. ماجر
تبدو خطوات بسيطة. هل أنت مؤمن فعلا بأن هذا المشروع لو طبقته على أرض الواقع سينجح؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، هل تعتقد بأن رؤساء الأندية والنوادي الجزائرية ستسهل من مهمة هذا المشروع، لأنك تقول بأنك ستأخذ اللاعبين في بداية كل شهر في نهاية كل شهر من كل نادي؟ هل يقبل كل نادي أنه يعطيك اللاعبين 3 أو 4 لاعبين في بداية كل شهر وفي نهاية كل شهر؟ السؤال الثالث مجال، هل تعتقد بأن اللاعب المحلي الموجود حاليا بإمكانك يعني من هذا اللاعب المحلي أن تكون منتخب قوي؟ نعم نعم متأكد محمد. وأنت تكلمت على رؤساء الأندية، هذا ما راحش يفا با جيني لي كلوب ولا لي بريزيدون دو كلوب، لأن التربص وهذا سبق وأنا عملته، ولكن للأسف ما كملش هذا المشروع وتركت المنتخب بعد مباراة بلجيكا. هاد الثلاث ايام هذوما اللي نديروهم كل شهر، يعني اول اسبوع واخر اسبوع، هاد لي 3 جوا هذوما سي اون بريز دو كونتاكت. سي اون بريز دو كونتاكت. مثلا بعد المباراه يجوا اللاعبين يقعدوا معنا، نعملوا دي زونترينمون سور البلان تكنيك سور البلان تاكتيك، من بعد يروحوا للفرق تاعهم يكملوا الاسبوع مع الفريق مع الفرق تاعهم ويلعبوا المباراه. يعني هذا ما راهش يفا با جيني لي كلوب. حنا ما راهش رايحين نجيبوا مثلا اللاعبين اللي كاين نعطوا لهم العمل البدني، العمل البدني يقوموه في الانديه تاعهم. هذا مشروع ممتاز جدا محمد، ممتاز جدا، ولو يعني نطبقوا كما ينبغي انا متاكد يكون ناجح في السنوات المقبله ان شاء الله. لو حسبت جيدا انك تعمل مثلا تربص في بدايه الشهر وفي نهايه الشهر 3 ايام يعني 6 ايام و7 ايام في الشهر، هكذا مجال يعني اسبوع في الشهر 6 ايام تقريبا 6 ايام 6 ايام نقولوا اسبوع يعني فتره اسبوع كل شهر، وكل شهر يعني تعمل مباراه وديه في افريقيا او في لا مش كل شهر محمد. لا المباراه الوديه مش كل شهر. يعني اولا انا حبيت هذا المشروع هذا سكريي لو كلوب دو ليكيب ناسيونال، تحول المنتخب الى نادي. لا ماشي ليكيب ناسيونال دالجيري، سي ليكيب ناسيونال دالجيري، ولكن انا اعطي لها اسم اخر وهي لو كلوب دو ليكيب ناسيونال، لكي اللاعبين يكونوا دائما موجودين. هل انتم مستعدين تجوا عندي مباراه؟ احنا مستعدين مع النادي، ما فيش اي مشكله نجيبهم. واحد مانيش مستعد، الاخر مستعد، بشويه بشويه نبداو اللاعبين يدخلوا مع هذا المشروع هدايا. والمباراه الوديه هكذا لكي ما ننتظرش تواريخ الفيفا، يعني تواريخ الفيفا اللي ما راحش نستفادوا منها اي شيء محمد، اي شيء. لهذا نكون اللاعبين المحليين وعندنا اللاعبين المكونين من جهه اخرى، الاثنين قادرين نكونوا فريق قوي. الشيخ، هل عندك اي ملاحظه على هذا المشروع؟ كنتوا تشتغلوا بها اعتقد في القديم، لا؟ هي كانت حتى واحد الفتره. شوف درك نتكلموا بدون اختصار هذا الوضعيه نتاع الكره الجزائريه. الهدف تاعنا هو كل المشكل اللي موجود عندنا المحليين، ولكن ماهوش في نفس المستوى تاع التحضير كما اللاعبين اللي محترفين. حاجه ثانيه كما يقول مانجير، ستادير باش يكون اكثر انسجام لان لي دات فيفا قلال، باش يكون اكثر انسجام خاصه ما بين اللاعبين تاع برا وتاع الداخل. ندير هذه الطريقه هذه هي تقدر تمشي، يعني تمشي باش ترتفع المستوى. لان شوف لازم الانديه تشتغل، ولازم كما يقول لك هذا الفريق هذا، لان المفروض هذا هو فريق تاع الشان، لان يشارك في، لان عدد سنوات ما شاركش في النهائيات الشان. سي لا دوزيام كوب دافريك اللي يلعبوه غير المحليين، لانه ما شاركش مرتين نظن متتاليين، ما شاركش في الشان في الشان. دونك مفروض هذا الفريق هذه هي الطريق تاعو. ونفس الشيء هو احسن لاعبين ولا القاعده تقدر تشتغل مع الفريق الاول. هي تنجم من كومبينيزون، ستادير بور اميليوري لا بيرفورمانس باش يطلع المستوى ويقدروا يديروا فريق منسجم في الفريق الاول. بون سي ان بو كومبليكي، سي با ماهيش سهله، ولكن باش ترتفع المستوى لهنا الداخلي ضروري بالتدخل تاع كما نقول لك المديريه الفنيه على هذا الشيء هذا باش ترتفع المستوى. ولكن حتى نفسيا اللاعب، حتى نفسيا يعني اللاعب المحلي يعني يرتفع كل لما يقول مصطفى يكون يعني يكون معهم، يعني راح يتكلم معه، راح
يعني تكون عنده ملاقات مع لاعبين ولا مدربين اللي عندهم تجربه في هذا الاخر هذا، نفسيا ربما يعطي له نفس جديد للعب. هي شوف محمد، يعني بعض الاحيان يعني للاسف ممكن انا امور كثيره ما نفهمهاش لما نسمع بعض من الناس يقول لك الجزائر لم تكون حاليا اللاعبين على المستوى الدولي. يا اخي علاش انا نقول لكم علاش الجزائر مش تكون؟ علاش؟ انتم اللي همشتوا هاد اللاعبين اللي موجودين في الانديه، لان اللاعبين اللي موجودين في الانديه ما عندهم اي طموح ولا اهداف اللي حابين يوصلوا لها مع المنتخب. اليوم هم عارفين هاد اللاعبين، هاد اللاعبين مميزين محمد في الانديه الجزائريه، في لاعبين الآن ننتقل إلى مجر حتى نعطي بعض الحلول. أنت تحدثت دائما عن فكرة تحويل المنتخب الوطني إلى النادي. هذا التقرير سيعرفنا أكثر على فكرتك، وسيكتشف من خلاله الجمهور الرياضي أفكار مجر من أجل تطوير المنتخب الوطني الجزائري. تابعوا معنا هذا التقرير الذي أعده الزميل محمد لمين بن شبير وركبه هو الزميل جو الله عادل. خيبة أمل كبيرة بعد خروج الخضر من كأس إفريقيا من الدور الأول عقب تعادلين وخسارة، وللمرة الألف يظهر جليا فشل المنتخب الوطني في إفريقيا، والأسباب كثيرة أهمها: أولا عدم وجود هوية لاعب واضحة للمنتخب وغياب الطريقة والأسلوب الجزائري. ثانيا المنتخب مكون من 90% من اللاعبين المحترفين، ما يجعل جمعهم لإقامة تربصات خارج تواريخ الفيفا مستحيلا. ثالثا قلة المباريات الودية خاصة في إفريقيا، ما نتج عنه عدم الانسجام بين خطوط المنتخب الثلاث. رابعا غياب الاستقرار في العارضة الفنية وعدم الاعتماد على خطة واضحة فقط. خامسا غياب الاستقرار في التشكيلة وتجريب لاعبين جدد في كل مرة. سادسا غياب مديرية فنية قوية، ما نتج عنه أخطاء فادحة في اختيار المدربين. سابعا السياسة المنتهجة لتسيير المنتخب والكرة الجزائرية لا تتوافق مع تقاليد المنتخب الوطني الجزائري. ثامنا مشكل تكيف اللاعب الجزائري مع الأجواء الإفريقية الصعبة من ظروف المناخ والحرارة والرطوبة وغيرها. وكل هذه المشاكل نتج عنها ما يلي: أولا منتخب من أضعف منتخبات القارة السوداء دفاعيا بعد تلقيه 6 أهداف كاملة في 3 مباريات، أي بمعدل هدفين في كل مباراة. ثانيا منتخب ضعيف تكتيكيا لم يتمكن من تحقيق أي فوز في 3 مباريات وأمام منتخبات عادية مثل زيمبابوي التي سحقها نسور قرطاج برباعية كاملة. ثالثا انعدام هوية لاعب وتكتيك واضح للمنتخب، وهو ما كان واضحا للغاية خلال المباريات الأخيرة. رابعا عدم قدرة اللاعبين على الظهور بنفس المستوى الذي يقدمونه مع أنديتهم سواء من الناحية الفنية أو البدنية. حسنا استعرضنا مشاكل المنتخب الوطني وما نتج عنها من حصيلة كارثية في الآونة الأخيرة، والآن سنستعرض مشروعا لرابح مجر أسطورة كرة القدم الجزائرية، والذي يرى أنه سيكون الطريقة الأنجع لتكوين منتخب قوي. المشروع يعتمد على خطوات الواحدة مرتبطة بالأخرى، وأي نقص يؤدي إلى اختلال في المنظومة. الخطوة الأولى الحد من الاعتماد المفرط على اللاعبين المحترفين في تكوين المنتخب، وذلك ليس إقصاء للمحترفين ولا إنقاصا من إمكانياتهم، ولكن من أجل العودة للطريقة الجزائرية وتكوين منتخب متماسك بهوية واضحة. الخطوة الثانية زيادة نسبة الاعتماد على اللاعب المحلي وإعطائه فرصة أكبر لتمثيل المنتخب. الخطوة الثالثة دين مع المدرب الوطني، يعني نخلق اون ايكيب ديليت، اون ايكيب ديليت تاع المستوى العالي، والانديه العكس راحوا يستفادوا اكثر واكثر منا حنايا. مثلا انا نقول لك منا يعني باش تفهم من المدرب اللي يطبق هذه الخطه، لان اللاعب ناخذه يدرب معايا، نعطي له الثقه، نعطي له القيمه اللازمه، يصبح مدرب، يصبح لاعب دولي ويصبح نجم. احنا نردوه نجم لان نجيبوا الفريق الوطني، يعني مش كما الان اللاعب المحلي راه مهمش من الفريق تاعو. بالعكس احنا نرفعوا مستوى هاد اللاعبين، واللاعبين اللي يكونوا مثلا مع المنتخب ومع هذا المشروع لما يروحوا الى الانديه تاعهم يروحوا بمعنويات عاليه جدا. هذا هو. والكلوب دو ليكيب ناسيونال هذا الاسم نعطوه لكي نشتغل سوا مع اللاعبين. اما بالمباراه الوديه ما نجموش كل شهر نلعبوا مباراه وديه، في السنه تقريبا ممكن نلعب 3 أو 4 مباريات،
وهذه المباريات اكثر واكثر سي بريز دو كونتاكت مع لافريكان سورتو اون افريك اي اون الجيري. وحنايا من بعد لما توصل نهائيات كاس افريقيا هذاك يكون تحضير اخر كما تكلمنا في التقرير، يكون تحضير اخر نروح نحضروا في بلد قريب من البلد المنظم لكاس افريقيا تقريبا 10 ايام نجيب اللاعبين، يكون هذاك الوقت يكون الاستقرار والاستمرار وتكون المنافسه ما بين اللاعبين من هنا واللاعبين من الهي، لان هما جزائريين على كل حال وكل واحد قادر يعطي الكثير لكي يضمن مكانه الاساسي في كاس افريقيا. هذو كل الامور هذوما اللي عشناها الحمد لله احنا في لما كانوا اللاعبين، الان نحبوا نعملوها في خدمه اللاعب الحالي. مجر، ما المانع انك تقيم مثلا هذا المشروع وتترك المنتخب الوطني الحالي يسير بالطريقه العاديه، انه الان لازم الجمهور الجزائري متعطش للنتائج، يريد نتائج، يريد مشاركه في كاس افريقيا، يريد الفوز بكاس افريقيا، يريد التاهل لكاس العالم. خليوا المنتخب الوطني الحالي يشتغل بهذه السياسه، يعني نجيبوا يعني ظرفيا نجيبوا لاعبين من الخارج ونضيفوا لهم بعض اللاعبين المحليين من الجزائر ونطبقوا بالتوازي، يعني حتى ما نكسرش رتم العمل ونطبقوا هذه الفكره باللاعبين المحليين. لما لا؟ لكن انت ما فهمتنيش محمد، ما فهمتنيش. هو قال لك ماشي فريق الوطني، الفريق الوطني شوف احنا عندنا فريق حاليا، عندنا فريق متكون باللاعبين محترفين كلهم اللي موجودين في اوروبا. احنا نخلق منتخب واحد اللي في بارتي دو سيت ايكيب ناسيونال. لما اللاعب المحترف لما يكون في الخارج ما ينجمش يجي لتربصات في الجزائر لانه هو مشغول مع الفريق تاعو. انا فاهمك انا راني ربما ما فهمتش سؤالي خلاص نخليو هذا المنتخب الوطني الحالي يمشي بهذه الطريقه وحنا نطبقوا الطريقه اللي تتحدث عليها يعني بالتوازي مع يعني منتخب وطني ثاني للمحليين. ولكن احنا اون با شوا محمد، احنا اون با شوا. كيفاش نخلي الفريق هذا الحالي يمشي بالطريقه تاعو؟ ما نجمش نخليه يمشي بالطريقه تاعو، لازم يمشي بطريقه المشروع. اسمع تفضل لازم يدخل في المشروع هذا الفريق من اجل انك دير تنافس يعني لازم يكون انسجام. احنا لما نكونوا في تربصات، لما يكون عندنا مباراه وديه نتكلم مع لاعبين محترفين اللي المدرب يحب يناديهم للمنتخب. تكوين نواة للمنتخب تعتمد على أحسن اللاعبين المحليين مع التعزيز بأحسن المحترفين، والاعتماد على المحليين ليس اعتباطيا أو لأنهم أحسن من المحترفين أو أكثر وطنية، ولكن للأسباب التالية. أولا، سهولة جمع المحليين من أجل إقامة تربصات بما أنهم ينشطون في الدوري المحلي. ثانيا، إقامة تربصات منتظمة سواء داخل الوطن أو في الدول الإفريقية تدوم ل3 أيام مع بداية كل شهر ومع نهايته، وهو ما يجعلنا نستفيد في آخر السنة من حصيلة تربصات تبلغ 24 تربصا إضافة إلى تربصات تواريخ الفيفا. ثالثا، تعزيز احتكاك اللاعبين ببعضهم البعض ما يوجد الانسجام اللازم في المنتخب، كما يجعلنا الاعتماد على المحليين نحصل على منتخب يملك طريقة لعب وهوية واضحة ولاعبين متمرسين إفريقيا ومتعودين على الأجواء الإفريقية، كما يكون بإمكاننا دائما التحضير في بلدان إفريقية قريبة من البلدان المنظمة لكأس إفريقيا. رابعا، تقديم الحافز والدافع للاعبين المحليين من أجل التألق مع أنديتهم والبروز من أجل الظفر بمكانة في المنتخب، وهو ما يرفع مستوى الدوري المحلي. خامسا، دفع المحترفين لبذل المزيد من الجهود للتألق مع أنديتهم وبعث التنافس بينهم للحصول على فرصة مع المنتخب. سادسا، إقامة مباريات تطبيقية بصفة دائمة سواء أمام الأندية الجزائرية أو أمام منتخبات عربية وإفريقية وحتى أوروبية حين تسنح الفرصة. سابعا، إقامة مباريات ودية مع منتخبات إفريقية سواء هنا في الجزائر أو في إفريقيا. ثامنا، تصحيح كافة الأخطاء على مستوى الخطوط الثلاث للمنتخب نظرا للتربصات الكثيرة والوقت الكافي للمدرب من أجل تدارك كل الأمور. تاسعا، القضاء على المشاكل البدنية والفنية التي تعترض اللاعبين في إفريقيا. إنها خطوات بسيطة وسهلة التنفيذ، لكنها لا تتم إلا بما يلي. أولا، مدرب محلي أو أجنبي يكون دائم التواجد في الجزائر لا يغادرها سوى للضرورة، وذلك من أجل تكريس كامل وقته لهذا المشروع والوقوف الدائم شخصيا على كل التربصات رفقة طاقمه طبعا. ثانيا، طاقم كفء وموسع يضم لاعبين سابقين للاستفادة من خبرتهم في الملاعب الجزائرية وأسلوب اللعب الجزائري وأيضا التعامل مع اللاعبين والعقلية الجزائرية. ثالثا،
تضافر الجهود بين مدربي ورؤساء الأندية والطاقم الفني للمنتخب الوطني من أجل إنجاح المشروع، وهو ما ينتج عنه تطور في المنتخب الوطني وفي الدوري الجزائري. الآن جمعنا اللاعبين المحليين وأصبحنا نقيم تربصين كل شهر، منها تربصات في إفريقيا، ونلعب مباريات ودية تحضيرية مع منتخبات إفريقية وعربية وأوروبية. كم هو الوقت اللازم يا ترى لجني ثمار هذا المشروع؟ حسب تقديرات مجار والمختصين، الثمار ستبدأ بالظهور في أول 3 سنوات، حيث سنتمكن من رؤية منتخب بطريقة